بقيت أم ل3 ولاد من غير جواز. هحكي لكم حكايتي. فتحت شنطتي وطلعت منها ورقة وقلم وأنا قاعدة على الرمل وقدام البحر، وبدأت أكتب حكايتي اللي أغرب من الخيال. أنا رنا، عندي 23 سنة. طول عمري لما أتضايق أو أحس بالوحدة أجي أقعد قدام البحر وأكتب كل اللي تعبني في ورقة وأحطها في إزازة وأرميها في البحر. أيوة، طول عمري بشتكي ليه وبيسمع شكوتي. بحس إنه حاسس بيا وموجود على طول. مفيش مرة احتجت ليه وجيت ملقتهوش. ياريت كل حاجة في حياتنا كانت زي البحر، ثابت ومش بيتغير. ولكن للأسف الحياة مختلفة خالص، تكون في حال وفجأة تلاقي نفسك في حال تاني. لكن مهما الحياة اتغيرت عمري ما تصورت إنها تكون بالشدة والغرابة دي. طول عمري الناس بتقول عني شبه ماما، جميلة وفرفوشة وشقية. بصراحة أنا بدخل قلب أي حد من أول مقابلة. بابا كان بيشتغل مهندس في مصنع، وعلشان يتجوز ماما أخد قروض ودخل جمعيات واستلف علشان يقدر يكمل مصاريف الجواز. بس أول ما اتجوز حصلت مشكلة كبيرة في المصنع عند بابا، ومشوه من الشغل وظروفه بقت صعبة أكتر من الأول. بس ماما قلعت كل دهبها اللي معاها، سواء اللي بابا جابهولها أو اللي جدي كان جايبهولها قبل ما تتجوز، وإدت كل ده لبابا علشان يصرف على البيت ويسدد ديونه. وفي الوقت ده عرفت إنها حامل فيا، ومرت شهور الحمل. ولما ماما بقت في الشهر الثامن بابا جاله شغل في القاهرة، وكان لازم يسافر يستلم الشغل. وقال لي ماما إن كل أسبوعين هياخد 3 أيام أجازة ويجي يشوفها ويطمن عليها. ماما قالت له يعني انت مش هتكون معايا وقت الولادة؟ قال لها لأ، معلش يا حبيبتي، ما هي أمي وأمك معاكي. وأنا ما صدقت ألاقي شغل علشان أقدر أوفر مصاريف الولادة، وطبعا ما أقدرش أطلب أجازة أول 3 شهور. ماما ردت عليه وقالت له يعني انت مش هتكون قلقان عليا؟ قال لها طبعا هكون قلقان، بس هنعمل ايه؟ الظروف أقوى مننا علشان المرتب يكفينا. ما ينفعش أخدك معايا علشان هعيش في سكن الموظفين والعمال، ومش هقدر أأجر شقة هناك. بس معلش، ده وضع مؤقت، أنا أتحمل من ناحيتي شوية وانتي من ناحيتك شوية، وإن شاء الله ربنا يكرمنا. فعلا بابا سافر وماما فضلت في بيتها في اسكندرية وأنا معاها. ومرت الأيام والسنين وأنا كبرت وماما كبرت وبابا كمان كبر، بس ما قدرش يرجع اسكندرية ولا ياخدنا نعيش معاه في القاهرة أنا وماما. أنا عن نفسي ما كنتش أقدر أعيش بعيد عن اسكندرية. إحنا الاسكندرانية عاملين زي السمك، لو بعيدنا عن البحر نموت. وفضل بابا بين القاهرة واسكندرية. ودخلت الجامعة وهناك اتعرفت على فادي، زميلي في نفس الكلية بس أكبر مني ب2 سنين. كان فرفوش ودمه خفيف زيي. اتعرفنا على بعض في خناقة، بس بعد فترة قربنا من بعض وحبينا بعض، بس ما صارحناش بعض. وفضلنا أصحاب وزمايل لحد ما فادي اتخرج واشتغل. وقتها لقيته بيطلب يقابلني في كافيه علشان عايزني في موضوع. طبعا أنا فهمت إنه عايز يصارحني بحبه، وفعلا لما اتقابلنا قال لي إنه بيحبني وعايز يتجوزني. طبعا وقتها كنت طايرة من الفرحة، بس عملت فيها ابن عبيطة وعملت إني اتفاجئت. ويومها رجعت البيت ولقيت ماما تعبانة جدا. معرفتش فادي وشه وحش عليا ولا أنا اللي فقرية وحظي نحس. ماما دخلت المستشفى وقعدت يومين وماتت فجأة وسابتني. طبعا حالتي كانت صعبة جدا وبابا جه فورا، وما كنتش أعرف إن دي بداية اللعنة اللي دخلت حياتي. بابا حاول ياخدني أعيش معاه في القاهرة، بس أنا رفضت واتحججت بالكلية والدراسة. ولما عدى وقت مناسب على موت ماما فادي طلب يقابل بابا، بس أنا رفضت وقلت له لما اتخرج. وفعلا كلها كام شهر واتخرجت. وقتها فادي طلب يتقدم لبابا، وأنا وافقت وقررت أفتح بابا في الموضوع أول ما يجي المرة الجاية. لكن طبعا النحس مستحيل يسيبني. في اليوم ده لقيت بابا بيكلمني، بس لما رديت سمعت صوت غير صوت بابا بيقولي المهندس صلاح عمل حادثة بالعربية هو والمدام، وهما دلوقتي في المستشفى. جريت وسافرت لبابا وانا متصورة ان المدام اللي كانت معاه دي زميلته في الشغل بيوصلها. اول ما وصلت قابلني الراجل اللي كلمني في التليفون وقال لي انه السكرتير بتاع بابا في الشغل، وقال لي ان بابا كان مسافر يحتفل هو ومراته بعيد جوازهم زي كل سنة.
بس المرة دي عملوا حادثة بالعربية ومراته ماتت في الحال، وهو حاليا في العناية المركزة. صرخت وقلت له مرات مين؟ قال لي الباشمهندس متجوز من 20 سنة وعنده بنتين وولد، وكان مخبي على والدتك علشان ما يزعلهاش، ولما توفت قال انه هيصالحك ويعرفك على اخواتك. هو انت كنت لسه ما تعرفيش؟ انا بصراحة ما ردتش عليه، كان كل همي دلوقتي اطمن على بابا ويفوق وبعدين افكر في اي حاجة تانية. واول ما دخلت له وشافني قال لي سامحيني يا بنتي وخلي بالك من اخواتك، انت الكبيرة وهم ملهمش غيرك دلوقتي. قال لي الكلام ده ومات من غير ما اعرف هو عمل كل ده ليه. اول حد جه على بالي كان فادي. كلمته وحكيت له كل حاجة. جه بسرعة في 3 ساعات كان عندي، وعمل كل الإجراءات وعملنا الجنازة والعزا لبابا ومراته. وكانت أول مرة أشوف إخواتي في العزا. بصراحة في البداية ما كنتش طايقاهم. إيه اللي فجأة يطلع لي 3 إخوات معرفش عنهم أي حاجة؟ كانت الكبيرة في ثانوية عامة والتانية في الإعدادية والولد الصغير في رابعة ابتدائي. كل ده مخبيه بابا عليا؟ طيب ليه؟ الله يسامحك. فادي حس إني مش طايقاهم فقعد يتكلم معايا وقال لي خلي بالك انتي اختهم الكبيرة، انتي باباكي مات ولكن هما باباهم ومامتهم ماتوا في يوم واحد وهما لسه صغيرين ومحتاجينلك، انتي دلوقتي المسؤولة عنهم. قلت له مسؤولة عن مين؟ انا محتاجة اللي يراعيني. قال لي انا كمان معاكي ومش هسيبك، بس انتي لازم تقعدي مع اخواتك فترة وتتعرفي عليهم وتشوفي هتعملي ايه. بصيت له وقلت له من فضلك كفاية اول حد كده، انا من يوم ما عرفتك وانا المصايب نازلة على دماغي، ودلوقتي انا ظروفي ما تسمحش اننا نرتبط. خليني في اللي انا فيه وما تشغلش بالك بيا. بصلي وقال لي انت بتتكلمي بجد؟ قلت له ايوه، لو سمحت سيبني في حالي. وفعلا مشي وسابني والحزن باين على وشه. بعد فترة بدأت في إجراءات الميراث والمعاش وبقيت وصية على اخواتي. وقتها افتكرت وصية بابا وقررت أنقل حياتي كلها وأعيش مع اخواتي في بيتهم وأراعيهم. خلاص أنا حياتي كلها انتهت وكل أحلامي وطموحاتي اتبخرت في لحظة. وفادي حاول يكلمني أكتر من مرة ويقنعني إن الظروف اللي حصلت ملهاش أي علاقة بارتباطنا أنا وهو، بس أنا رفضت. كنت فاكرة إني البنت الجامدة اللي هتقدر تشيل المسؤولية دي كلها لوحدها، بس طبعا الحمل كان تقيل جدا عليا والحياة بقت مختلفة ومرهقة جدا، واخواتي زاد دلعهم وكترت طلباتهم وأنا كل يوم بنهار أكتر. بقيت أم ل3 ولاد من غير ما اتجوز. وقتها فكرت في فادي واتصلت بيه، لقيته بيقولي أنا كنت متابع أخبارك وعلى اتصال بإخواتك، بس كنت منتظر لما تكلميني بنفسك. انت بتتصرفي من دماغك ومش بتشاركي حد معاكي في القرار. أنا جايلكم البيت النهاردة. وفعلا فادي جه واكتشفت انه متفق مع اخواتي انهم يخلصوا دراسة السنة دي وينقلوا اسكندرية علشان نعيش هناك واتجوز فادي، لان هما مش مبسوطين ان اضحي بحياتي علشانهم. وفعلا اتفقنا اننا ناخد شقة جنب شقة اهلي في اسكندرية ونتجوز انا وفادي، واخواتي يعيشوا في شقتنا القديمة ونراعيهم انا وفادي، والحياة تمشي بينا واحنا عيلة واحدة متفاهمة ان شاء الله. وبقيت كل ما احس اني مخنوقة اجي اقعد على البحر واشكيله حالي. انا اتعلمت ان الحياة مليانة مفاجآت ومش كلها بتمشي على هوانا، الدنيا بتتغير واحنا بنتغير معاها. المهم نحافظ على الحلو اللي جوانا، ومهما حصل لازم نثق في رحمة ربنا وانه هيبعت لنا الامل مع كل حاجة صعبة. اهم حاجة اننا نخلي ظننا بالله خير.